حاجات لازم تعرفها قبل ما تستثمر في العقارات. الاول احب اعرفكم بنفسي، انا كريم عدلان، مستشار عقاري من شركه ميسره جروب. اول حاجه وهي من الحاجات اللي ناس كتير بتقع فيها، يا ترى اتعامل مع شركه بروكر ولا اتعامل مع مطور؟ نتكلم بقى عن كل واحد فيهم، المطور هدفه ايه والبروكر هدفه ايه. الاول المطور هدفه انه يبيع لك الوحدات المتاحه عنده، ما بيبقاش عنده خيارات كتير، عنده الوحدات المتاحه عنده بس، وبيحاول على قد ما يقدر يقنعك بالوحدات دي. المطور هدفه يبيع لك او يسوق لك في مشروع او 2 أو 3 عنده هو، وبيحاول بقدر الامكان يقنعك بيهم بس. اما بالنسبه للبروكر فبيوريك شركه و2 و100، بيوريك افضل حاجه تناسبك وتناسب رغباتك. وحاجه مش كل الناس تعرفها، ان البروكر اللي بيبيع لك في شركه مش بياخد منك اي عموله، الكوميشن بتاعه بياخده من الشركه وبدون زياده جنيه واحد على ثمن وحدتك. وكده عرفنا بكل بساطه نتعامل مع بروكر افضل ولا نتعامل مع شركه مطوره. ايه اللي لازم يتوفر في شركه البروكر اللي حضرتك هتختار تتعامل معاها؟ اول حاجه مهمه ان يكون عندهم شيت زي ده. الشيت ده فيه الشركات اللي بتتاخر في التسليم، فيه الشركات اللي عندها مشاكل في الاجراءات دايما، وكمان ما عندهاش مصداقيه مع العميل. فلازم شركه البروكر اللي تكون بتتعامل معاها تكون حريصه على مصلحتك انت، تكون بتوجهك لافضل اختيار ليك انت. احنا بقى في ميسره جروب بنقدم لك كل المزايا دي واكتر كمان، وكمان عندنا استشارات عقاريه مجانيه في اي وقت. اتواصل معانا على الرقم ده في اي وقت. كان معاكم كريم عدلان، مستشار عقاري من ميسره جروب.